الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه فن السباق تحت المطر The Art of Racing in the Rain. كتبه الكاتب الأمريكي جارث ستاين وانتشر سنة 2008. جارث ستاين مش بس كاتب، هو كمان كان سواق عربيات سباق، ومن هنا جت الفكرة الغريبة والجميلة دي، إنه يحكي الحياة كلها من منظور كلب بيشوف العالم وبيفهم البشر وبيعيش معاهم رحلة طويلة من الحب والألم والخسارة. الرواية دي اتحولت بعد كده لفيلم سنة 2019، بس الكتاب نفسه كان أعمق وأقرب للقلب، لأنه مكتوب بصوت الكلب إنزو اللي بيحكي حكايته في آخر أيامه قبل ما يموت. الفصل الأول، آخر يوم في حياة إنزو. القصة بتبدأ في آخر يوم في حياة إنزو. هو كلب كبير جسمه تعب ومش قادر يتحرك زي زمان، قاعد على الأرض وبيفكر في الرحلة كلها من الأول. بيقول في صوته الداخلي إنه عارف إن النهاية قربت، بس مش حزين، لأنه مؤمن إنه لما هيموت هيرجع يتولد من جديد كإنسان، وده إيمان حقيقي جواه. الفصل الثاني، لما ديني لقى إنزو. بيرجع بالذاكرة لليوم اللي شاف فيه صاحبه لأول مرة، ديني سويفت، شاب صغير بيحب سباقات العربيات وبيشتغل في ميكانيكا وبيحلم يبقى سائق محترف. راح مزرعة صغيرة علشان يدور على كلب، ولما شاف إنزو هو لسه جرو حس إنه مختلف، فيه ذكاء ووعي مش طبيعيين، ومن أول يوم بدأت بينهم علاقة مش شبه أي علاقة بين إنسان وكلب. ديني أخده على البيت وبدأوا يعيشوا الرحلة مع بعض. إنزو بيقعد قدام التلفزيون يتفرج على سباقات العربيات، على أفلام وثائقية عن الحيوانات، بيتعلم عن الحياة، عن البشر، وعن الخسارة. وبيحس إنه السباق هو صورة للحياة نفسها. اللي يعرف يتحكم في العربية وهو ماشي في المطرة يعرف يعيش أي لحظة صعبة من غير ما يفقد السيطرة. الفصل الثالث، دخول إيف في حياتهم. بعد فترة كده ديني بيقابل إيف، بنت جميلة وطيبة، ضحكتها بتغير شكل البيت كله، وبيتجوزوا، وإنزو يبص عليهم بإعجاب وغيرة خفيفة. هو بيحب ديني جدا، وفجأة بقى في حد تاني بياخد منه انتباهه، بس مع الوقت حبها هي كمان، وحس إن البيت بقى مليان حياة ودفى. بعدها بتيجي بنتهم الطفلة زوي، وبتكبر قدام عينين إنزو، يلعب معها ويحرسها ويبقى هو فعلا فرد من العيلة. الفصل الرابع، أول سحابة. في وسط السعادة دي كلها إنزو بيلاحظ حاجة محدش واخد باله منها. بيشم ريحة غريبة في جسم إيف، ريحة بتقول إنه في حاجة غلط، وفي وقت قليل يكتشفوا إنه عندها ورم في المخ، والحياة الهادية اتقلبت، المستشفى والتعب والوجع. وإنزو شايف كل ده، ما يقدرش يتكلم، بس كل ليلة ينام عند باب أوضتها، عينه فيها خوف وحب، وبيحاول يقول لها بعينه أنا هنا، ما تخافيش. الفصل الخامس، الرحيل. إيف بتحاول تبان قوية، بس المرض بيكسب في الآخر، وبتموت وهي في بيت أهلها. وديني اللي كان لسه شاب عنده حلم اتكسر من جواه. البيت اللي كان فيه صوت ضحك بقى فيه صمت، وزوي بنته الصغيرة بتسأل أسئلة صعبة. إنزو بقى قاعد جنب ديني بيسنده بسكوت بنظرة كأنه بيقوله كمل السباق يا صاحبي. الفصل السادس، الاتهام. بعد فترة كده أهل إيف يدخلوا حياة ديني بطريقة غريبة، بيقولوا إنهم عايزين يربوا زوي، ويبدأوا يضغطوا عليه علشان يتنازل على حضانتها. وفي نص كل ده بتيجي تهمة بشعة، بنت مراهقة من العيلة تتهم ديني بتهمة أخلاقية، هي كذبة بس كانت كافية عشان تدمر حياته. القضية تمشي والمحاكم تبدأ، وديني يخسر شغله وفلوسه وسمعته، بس ما استسلمش، وكل ما يقع يبص لإنزو اللي قاعد جنبه ويفتكر القاعدة اللي كان دايما بيقولها لنفسه، اللي يسوق كويس في المطرة يقدر يعدي أي طريق في الدنيا. الفصل السابع، الأمل بيرجع. بعد سنين من التعب القضية بتخلص والعدالة بتظهر. ديني يرجع حضانة بنته، ورجع له شغف العربيات والسبق، وفي نفس الوقت أخذ عرض من واحد من كبار عالم السباقات في إيطاليا إنه يسافر هناك ويتدرب في فريق محترف. كل ده بيحصل وإنزو بيبصله من بعيد، مبسوط بيه وفرحان، بس عارف إنه وقته قرب. الفصل الثامن، الوداع.
جسم إنزو بيضعف كل يوم، رجله مش قادرة تشيله، بس عينيه لسه فيها نفس النور. يقعد جنب ديني على الأرض، يسمع صوته ويطمن عليه، ويحس إنه خلاص خلص مهمته. وقبل ما ينام لآخر مرة حلم إنه بيجري في سبق كبير، الأرض مليانة مطرة بس خطواته ثابتة، وهو عارف إن المرة دي هيكمل للنهاية. الفصل 9 بعد الرحيل. بعد سنين من العيشة في إيطاليا، داني بقى مدرب سبق معروف جدا، وزوي كبرت وكل حاجة بقت أهدى. وفي يوم كده وهو بيحضر سبق مهم، قابل ولد صغير. الولد سلم عليه بنفس الحركة اللي كان إنزو دايما يعملها بإيده، فداني ابتسم وعينه لمعت، مش محتاج إجابة، عارف إنه روح إنزو رجعت. الرواية دي يا رفيقي مش عن سبق ولا عن مطرة، هي عن قدرتك على الصبر وانت جوه العاصفة، عن الوفاء اللي ما بيخلصش بالموت، وعن كلب فهم الحياة أكتر من كثير من البشر. الحكاية دي مش بس عن إنزو وداني، بس هي عن كل روح حبتنا من غير شروط، عن كل كائن علمنا يعني إيه الحب بصدق. الحلقة دي إهداء للرفيق المخلص اللي ساب وراه حب ما بينتهيش، My brother's dog who passed away on September 11th 2025 واسمه بو. وللروح الجميلة اللي لسه منورة حياتي وذكرها لسه عايشة في قلبي، My cat who passed away on November 11, 2023 واسمه Hope. انتوا يا حبايبي جزء مننا، زي ما إنزو فضل جزء من داني طول عمره. لو القصة دي لمستكم اكتبولي في التعليقات، في حيوان في حياتكم كان فعلا فرد من العيلة؟ أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله. باي.